مشاهدينا، ورجعنا لحضراتكم مرة جديدة وآخر فقراتنا النهاردة، ومعادنا مع مبادرة بعنوان تحدي القراءة اللي اتعملت في الريف لتشجيع الأطفال والشباب على القراءة. أقام المبادرة دي الكاتب مصطفى النجار، وهو باحث تربوي وأخصائي تعديل سلوك. هيتكلم معنا عن المبادرة دلوقتي. أهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. نورنا. ده نورك، الله يكرمك. في البداية عايزة أعرف من حضرتك المبادرة، تقولي تفاصيل عنها. والله المبادرة عبارة عن مكتبة. المكتبة دي بتضم يعني لو قلت لحضرتك أكتر من 10,000 كتاب. أيوة. كتب مناسبة للأطفال وللشباب ولسن المراهقين. الكتب متنوعة، موضوعات متنوعة مناسبة لكل الاهتمامات بتاعت الأطفال والمراهقين. إصدارات حديثة وإصدارات قديمة. أيوة. كتب من أول قصص الأطفال لغاية الموسوعات العلمية. أيوة. المبادرة دي أنا أطلقتها في الصيف ده، وإن شاء الله مش آخر مرة. دي البداية، هتبقى إن شاء الله كل سنة من 1/6 لغاية 31/7. وأتمنى إن شاء الله إن المبادرة دي يتم تعميمها على مستوى الجمهورية بجهود المخلصين من زملائنا الكتاب والمحبين للثقافة وغير ذلك. صحيح. المبادرة دي الهدف منها إيه؟ والله أنا كنت ببص كده بتأمل بحكم إن أنا راجل كاتب وأخصائي تعديل سلوك. لقيت إن الصيف عند معظم أطفالنا بيخلص إزاي؟ الأطفال ليل ونهار قدام التابلت، على الإنترنت، على الشاشات، نهارهم ليل ليلهم نهارهم، مفيش أي استفادة. وطبعا الأجهزة الإلكترونية دي لها تأثير سلبي على القدرات الذهنية للأطفال. بتقلل الإبداع، بتقلل التذكر، بتقلل الانتباه، بتضر أكتر ما بتنفع. فأنا قلت أنا عاوز حاجة نقضي فيها الصيف مع أولادنا تكون مفيدة. ومن هنا جاءت فكرة تحدي القراءة للشباب والأطفال. الفكرة جات لي إزاي؟ الدولة مشكورة كانت أصدرت مبادرة اسمها مبادرة حياة كريمة في الريف. المبادرة دي ما شاء الله تم اختيار قريتي من ضمن القرى اللي اتطبق فيها المبادرة. تم توفير كل المرافق والخدمات. فالموضوع ده شجعني ان انا تواصلت مع السيد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، وطلبت منه طلب كبير شوية، ان احنا نعمل قصر ثقافة كبير عندنا في القرية. والدكتور طارق رحمي مشكورا وجه بدراسة الامر، لكن للأسف الموضوع اتأجل سنة بسبب ان الموضوع كبير جدا 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 وتكاليفه عالية، وهم بصراحة عملوا مشروعات كتيرة جدا جدا في القرية عندنا. فقلت ليه انا ما ابداش واعمل انا المشروع ده على حسابي، خاصة ان انا راجل كاتب عارف دور النشر، هعرف اجيب الكتب باسعار معقولة. هبقى عارف ايه اللي مناسب للاعمار السنية المختلفة، تختار الكتب المناسبة. تمام. ومن هنا بدأت في الفكرة. الهدف الرئيسي عندي عدة حاجات. اول حاجة غرس حب القراءة لدى الأطفال والشباب. أيوة. ننمي عند الأولاد حب القراءة، يمسك الكتاب. في دراسة عملتها اليونسكو. الدراسة دي بتقول إن الطفل العربي بيقرأ 7 دقايق في السنة. ودي دراسة معمولة ومنشورة وموثقة. أما الطفل في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم عندهم بقى كل وسائل الترفيه والتكنولوجيا الحديثة، بيقرأ 6 دقايق في اليوم. احنا 7 دقايق في السنة. في السنة ده معدل قليل جدا. قليل جدا. ده في مؤسسة الفكر العربي كانت عملت برضو دراسة قالت ان الطفل او المواطن العربي بصفة عامة. أيوة. المواطن العربي بيقرأ بمعدل قد ايه؟ بيقرأ بمعدل 7 دقايق. ده المواطن بقى كبير وصغير. 7 دقايق 7 دقايق في السنة كلها. طيب المواطن الغربي والأوروبي بيقرأ كام؟ بيقرأ 200 ساعة في السنة. فرق شاسع. فرق شاسع جدا. واحنا طبعا لو عايزين نتقدم، احنا أول ما نزل من القرآن اقرأ. أيوة. احنا أمة اقرأ. فعلشان كده قلت لازم نشجع الاولاد على القراءه. فكان اول هدف عندي غرس حب القراءه عند الاطفال والشباب. ايوه. تاني حاجه وقايه الابناء من ادمان الانترنت في العطلات الصيفيه. صحيح. عن طريق تقنين استخدامهم للاجهزه الالكترونيه، ان انا اسحبهم لنشاط جديد
بدل ما يسيب التابلت او التليفون مش هيلاقي حاجه يعملها، برضه احنا كده مش هيسيبهم، هيرجع لهم تاني. فانا عشان اجذبه لازم اوفر له بديل محبب. ده طبعا اللوجو بتاع المبادره. من ضمن اهدافي برضه في المبادره دي ان انا كنت عاوز احبب الاولاد واكتشف مواهبهم. سواء بقى يعني حضرتك دي الاستاذه علا زرط، دي اعلاميه صغيره عندنا في القريه، طالبه في كليه اعلام. ايوه. دي كانت بتدرب الاولاد على الصحافه. كويس قوي. ودي ورشه رسم كنت انا عاملها للاولاد. الاولاد بيرسموا. الله، برافو لا عليك. انت لسه حضرتك هتشوفي حاجات جميله جدا. دول اولاد مختلف الاعمار، يعني هتلاقي اولى اعدادي، هتلاقي ثالثه ابتدائي، هتلاقي اولى ابتدائي. هم واضح ان اعمارهم مختلفه. دي برضو من ورشات الرسم. بس الولاد شكلهم مبسوطين يعني ومندمجين. ما هو بقى دي المعادله اللي احنا جايين نوصلها للاخوه الكتاب والمثقفين عشان نحبب الاولاد ازاي في القراءه. الادوات دي بتاعتهم ولا؟ لا، الادوات دي بتاعتي، بتاعت المكتبه. ده المسرح ده برضو احنا اللي عاملينه، والمكتبات اللي عاملينها، كل ده بالجهود الذاتيه. هو بصراحه، ودي برضو ورشه رسم اهي. الاول بنعرض لهم فيديو ازاي ترسم مثلا حديقه، منزل، اي حاجه احنا عايزين نرسمها، وبعد كده بشرح لهم الخطوات، لان انا برضو عندي موهبه الرسم. طب هاي. فده شجعني. وعلى فكره الرسم من اكتر الحاجات اللي بتجر الاولاد للقراءه. انت طبعا اهو لعبه مثلا العاب، من ضمن الحاجات برضو العاب تنميه الذكاء. اوكس او وغيرها. هتشوفوا دلوقتي العاب تانية. دي حاجات زي البازل كده. بتنمي الذكاء والتفكير. وبعدين في العاب تانية بتدمجهم في مجموعات بحيث تنمي الذكاء الاجتماعي عند الاطفال والتعاون والعمل التعاوني. دي برضو من ضمن الالعاب. هتشوفي برضو بعض الانشطه التانية اللي احنا عملناها. في العاب كتير. حاجات للبنات اهي. تمام. حلوه قوي. ودي مكعبات برضو. دي مكعبات للسن الصغير خالص. الاولاد اللي قدام حضرتك دول لسه في ثانيه ابتدائي اولى ابتدائي. بس برضو يعني انا شايفه ان هم مبسوطين. تمام. دي حضرتك بقى ده نشاط الصحافه. كنت عامل يوم في الاسبوع للصحافه. دول بنات كبار هم. ودي مجله الحائط، ودي اسره التحرير، ومصورين مع المجله اللي اصدروها في احد الاعداد. دي تبع ورش الرسم. كنت بعلمهم ازاي لو هنعمل موضوع عن السياحه في مصر او الاثار بتاعت مصر او عظمه مصر. لان من ضمن المكتبه اللي فيها الكتب اللي حضرتك اخترتها، دي جزء من المكتبات اللي موجود فيها الكتب. ده ما شاء الله دي احد الانتاجات. ده طفل ده طفل عامل صوره جميله جدا. انت حضرتك لو الصوره قربت هتجدي ان ما شاء الله الرسمه مظبوطه كانها زي الصوره اللي قبلها بالظبط. هي واضحه ان هو واضح ان هو موهوب. ده في الاذاعه، نشاط الاذاعه بيخلي الاولاد اللي عنده موهبه شعر، القاء، يبقى عندهم ثقه بالنفس. تمام. حلو جدا. وهنا دول اطفال كبار شويه. يعني بيقراوا. دي فقره القراءه. شباب شويه. تمام. او شابات. في اللي بيقرا روايات، في اللي بيقرا قصص. وبعدين كانت المكتبه بتحتوي على كتب كمان باللغه الانجليزيه والفرنسيه، بحيث الاولاد كل الاهتمام بتاعتهم تكون ملباه بالنسبه لهم. دول اعمار صغيره جدا. يعني البنوته اللي الناحيه دي كانت بتجي لنا من قريه بيننا وبينها بتاع يجي 10 كيلو. كانت بتجي لنا كل يوم بالمواصلات هي واخوها. فما شاء الله دول اولاد. في دي حاجه حلوه بقى كنت بعملها. بخلي الطفل لما يقرا حاجه بيبقى معاه زي دفتر كده بيدون فيه. والله انا قرات النهارده رقم 1، اسم الكتاب، اسم دار النشر، اسم المؤلف، استفدت من الكتاب 1 2 3. ايوه. بحيث نعرف في اخر التحدي هو قرأ قد ايه. في بنات صغيرين قرأوا كتاب ألف ليلة وليلة. ودي حاجة يعني ده طبعا. كتاب تراثي جميل. وفي ناس وفي أولاد قرأوا موسوعات علمية. فما شاء الله المبادرة جميلة جدا. المبادرة كان زي ما قلت لحضرتك الهدف منها غرس حب القراءة عند الأطفال والشباب من خلال أنشطة محببة. 2 وقاية الأبناء من إدمان الإنترنت من خلال تقنين استخدامهم للأجهزة الإلكترونية في فترة الإجازة الصيفية. كذلك تنمية واكتشاف المواهب عند الأطفال. كذلك غرس الحس الوطني وتنمية الحس الوطني عند الأطفال. لما أنا أجي أعمل لهم ورشة رسم عن الأهرامات والآثار ونهر النيل والمناظر الجميلة اللي موجودة في مصر، الولد يحب البلد. أكيد.
تمام. وكذلك يشعر بالانتماء ليها. كذلك من ضمن الانشطه اللي كنا عاملينها مثلا ورش الحكي. ورش الحكي دي مثلا لما انا احب اغرس قيمه في الطفل كنت بحكي له قصه ايوه عن القيمه دي. فاللي كان مخلي فيه اقبال الانشطه. فده اللي كان بيحبب الاولاد في الموضوع، والحمد لله دي البدايه، وان شاء الله تبقى تتعمم الفكره على مستوى الجمهوريه. كنت شايف ان سهل ان حضرتك تنشر الفكره، والاطفال استجابت والشباب استجابوا بسهوله، كانوا محتاجين حاجه زي كده، في ظل كمان ان احنا دايما في كل برامجنا وفي كل حلقاتنا بننادي وبنناشد الاهالي وبنناشد الشباب ان هم يخرجوا للقراءه والكتابه ويخرجوا للرياضه ويبعدوا عن استخدام الاجهزه الالكترونيه، لان ده بيحد من ابداع الاطفال. فدي مبادره مهمه جدا في وقتها حقيقي. حسيت ان في استجابه عاليه من الشباب ومن الاهالي؟ ايوه ما شاء الله، الاستجابه والاقبال كان رهيب جدا. بس انا كنت محكوم بمكان. المكان عندي مكان انا حضرتك معين. الهدف عندي مش الشو او اخد اللقطه وكده، لا. انا حضرتك كنت حاطط شروط. كنت باخد من 8 سنين ل 22 سنه. طبعا السن الكبير ده طبعا معظمه ما جاش، لان كانوا المبادره بدات وامتحانات الثانويه شغاله وامتحانات الجامعه شغاله. فمعظم الاولاد اللي كان مقبلين عليا كانوا في ابتدائي واعدادي. تمام. كان في اقبال رهيب، بس انا كنت عامل نظام ايه؟ محتاج عدد معين. عدد معين، دي حاجه. الحاجه الثانيه لازم الطفل يكون بيجيد القراءه، علشان خاطر طبعا احنا مش جايين نقضي وقت وخلاص. حتى لو طفل تحت السن عشان ده ما يمسكش الكتاب ويبقى بيستغله وهو مش عارف يقراه. لكن في عند حضرتك انشطه تانية ممكن اللي ما بيجيدوش القراءه في سن صغير، يعني مثلا اولى ابتدائي وثانيه ابتدائي ممكن ما يكونش بيجيد القراءه العربيه بشكل كامل، لكن عندك الالعاب زي البازل وتنميه المهارات. ما عشان كده حضرتك انا كنت حاطط نشاط الالعاب، لكن على الاقل لازم يكون عنده قدر ولو بسيط من القراءه، من اتقان القراءه. في كتب مناسبه للسن الصغير خالص. يعني مثلا كان احيانا بيجي لي اولاد تحت 8 سنوات. يجي ولي الامر يقول لي انا عاوز ابني يشترك معاك. اقول له ما ينفعش علشان ابنك صغير. يقول لي والله انا ابني بيعرف يقرا، لو سمحت اختبره. ايوه. فطبعا انا مش هختبره في حاجات صعبه، فكنت بجيب له كلمات بسيطه، حاجات مناسبه لسنه. فلاقيه ما شاء الله بيقرا. فكنت بقى بجيب له القصص مناسبه لسنه. يعني اللي بتبقى معظم بتبقى صفحه مثلا سطر او سطرين. تمام. ايوه. الصفحه مثلا صوره كبيره تحتها 4 5 كلمات. وكان دي بتبقى موجوده كمان في كتب السلوكيات، بتاثر على سلوكهم بالايجاب. حلو جدا. فمثلا ايه، انا اسمع كلام بابا، اسمع كلام ماما، انا اهتم بنظافه الشخصيه، انا لا اسرف مثلا في استخدام المياه، وهكذا يعني. فبتبقى موضوعات بسيطه بس بتغرس قيم عند الاولاد بتظل باقيه بعد كده. هل المبادره لسه مستمره؟ لا حضرتك، المبادره ان شاء الله هتبدا كل سنه من 1/6 وتنتهي في 31/7. ليه شهرين، شهر 6 وشهر 7 الوقت اللي هو غير مستغل تماما عند الاولاد في الصيف. تمام. بحيث حتى الاولاد يتنشطوا كده ويعني ما يبقاش الاجازه مجرد للنوم والانترنت والكلام ده. سنويه. ان شاء الله سنويه، وعاوزين ان شاء الله بقى سنوية. اناشد اصدقائي الكتاب اللي في جميع القرى وفي الاحياء الشعبيه، بل حتى الموجودين في المدن في اي اماكن بعيده عن قصور الثقافه او عن المكتبات العامه. اعمل النشاط ده. لو الموضوع مكلف بالنسبه لك تعاون مع اقرب مركز شباب، مش لازما حضرتك تعمل كل حاجه على حسابك. حضرتك شوف اقرب مركز شباب ليك، تواصل معاهم، قول لهم احنا عاوزين والله نستغل مثلا القاعه بتاعت مركز الشباب دي الفتره الصباحيه للمكتبه. حضرتك ممكن تتواصل مع اي قصر ثقافه، اقرب قصر ثقافه ليك، تتواصل مع اقرب مديريه للثقافه لحضرتك، كلمهم، اعرض عليهم المبادره، هتلاقيهم هيساعدوك، وان شاء الله هتلاقي في استجابه رهيبه جدا جدا جدا. لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يعني لو ربنا نفع بك طفل واحد، وممكن الطفل ده يبقى احمد زويل، ممكن الطفل ده مثلا يبقى انيس منصور، ممكن الطفل ده مثلا يبقى سميرة موسى، وهكذا. هل حضرتك شايف ان في استجابه من القرى الاخرى والمحافظات الاخرى؟
ايوه تمام. انا وريت حضرتك صوره بنوته. البنوته دي كانت بتجي لنا من قريه، قلت لحضرتك فرق بيننا وبينها 10 كيلو. لا انا اقصد الكتاب الاخرين، حضرتك نشدت الكتاب في كل القرى، هل في حد تواصل معاك وقال لك طب يعني قول لي الاجراءات ايه، اعمل ازاي، اتصرف ازاي، وابتدوا فعلا ينفذوا؟ انا بالفعل اعلنت المبادره على صفحتي الشخصيه. ايوه. فبعض الكتاب هم اللي من نفسهم تواصلوا معايا. طب حلو جدا. تواصل بعض الكتاب من كفر الشيخ، وفي من عندنا من الغربيه، من بعض المراكز الاخرى، وفي من القاهره. تواصلوا معايا، طلبوا مني يعرفوا الفكره، حكيت لهم الفكره باختصار، فاعجبوا بالفكره وطلبوا مني ان هم يعملوها عندهم. قلت لهم الموضوع مش محتاج اذن، الموضوع مش حكر على حد. أيوة. يعني الموضوع ده اصلا كان بيتعمل قبل كده ايام مهرجان القراءه للجميع اللي كانت سوزان مبارك، كانت سيده سوزان مبارك كانت بتعلنه، وكانت دايما بتعمله في الصيف بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم. كنا بنروح المدارس واحنا اطفال صغيرين في القرى وفي كل الاماكن، ويبقى في مكتبه المدرسه مفتوحه وفي انشطه وفي كل حاجه. فده اللي خلانا نطلع نحب الموضوع ده ونحب القراءه لغايه ما الموضوع اتطور وبقيت كاتب. الحمد لله عندي حوالي 22 كتاب الى الان. الحمد لله. لو جينا نتكلم برضو عن كتاباتك بقى، فرصه لتعريف المشاهدين بحضرتك وبمؤلفاتك. حضرتك بتقول كتبت 22 كتاب، عن ايه، موضوعاتهم ايه، اهمهم ايه؟ تمام. حضرتك انا صدر لي لغايه دلوقتي زي ما قلت لحضرتك 22 كتاب. ايوه. مع اكتر من دار نشر داخل وخارج مصر. ايوه. كان من بدايه الكتب بتاعتي كتاب اسمه كيف تربي ابنائك تربيه نفسيه سليمه. كان في كتاب اسمه صناعه الطفل القائد. كتاب تاني اسمه صناعه الطفل الموهوب والمبدع. كتاب تاني اسمه تحفه المراهقات، ده معمول للبنات من سن 12 ل 22 سنه. في كتاب تاني اسمه تحفه المراهق، ده للشباب من 12 ل 22 سنه. كذلك من ضمن الكتب برضو كتاب اسمه مشكلات الاطفال الشائعه. ده بيقدم برضو علاج للمشكلات. كل الكتب دي كانت مع دار اسمها دار الحرم. بعد كده عملت كتب تانية زي كتاب كيف تجعلين ابنك قائدا وسط زملائه، وكتاب تاني اسمه ما لم يخبرني به أبي، كتاب تاني اسمه ما لم تخبرني به أمي، كتاب تاني اسمه أبناء بلا مشاكل، دول مع دار زهراء الشرق. عملت برضو كتب تانية مع دار البشير. عملت كتاب اسمه روشتة تربوية، وده كان كتاب طبي تربوي عملته بالاشتراك مع الدكتورة إنجي محب، ودي طبيبة أطفال وكاتبة. عملنا الكتاب ده كان كتاب نص طبي ونص تربوي، بحيث أنا كولية أمر أو أم لأول مرة عاوزة مرجع في الطب وعايزة مرجع في مشكلات الأطفال التربوية والكلام ده، فيبقى معايا كتاب سهل الاستخدام طبي وتربوي. وعملت كمان كتاب اسمه المراهقة وسنينها، ده بيعرف الآباء فنون التعامل مع المراهقين واحتوائهم. عملت كتاب تاني اسمه مراهقون بلا مشاكل، ده بيتكلم عن أهم مشكلات المراهقين وإزاي نعالجها. دول الكتب دي صدرت مع دار البشير. عملت مع دار الصفاء الإماراتية 6 كتب مهمة جدا. هم طلبوا العناوين اللي أقول لحضرتك عليها دي. احتاجوا مني أعمل لهم كتاب عن التنمر الإلكتروني وكيف نحمي أولادنا منه. وعملت كتاب اسمه مشكلات الأطفال المزعجون ومشكلاتهم. عملنا كتاب تاني اسمه الذكاء العاطفي عند الأطفال. عملنا كتاب تاني اسمه الذكاء الاجتماعي عند الأطفال. عملنا كتاب اسمه أسباب ودوافع السرقة عند الأطفال. أيوة. وعملنا كتاب برضو عن مشكلة العناد عند الأطفال. المعرض قبل الماضي صدر، أو المعرض الماضي صدر لي كتاب ده موجه بقى للأطفال. أيوة. اسمه عباقرة الحضارة الإسلامية، بيتكلم عن أعظم المخترعين في الحضارة الإسلامية زي الحسن بن الهيثم، زي ابن سينا، زي الجزري. وإن شاء الله في آخر كتاب دلوقتي ده تحت الطبع، كتاب اسمه حتى لا يكون في بيتنا ملحد. نشكرك جدا، نورتنا وشرفتنا وساعدنا بمبادرة حضرتك، وبنتمنى تعميمها في كل مكان. الله يكرمك، شكرا جزيلا لحضرتك. كان معانا الكاتب مصطفى النجار صاحب مبادرة تحدي القراءة للأطفال والشباب. مشاهدينا أتمنى تكون حلقة النهاردة عجبت حضراتكم. بكرة يوم جديد مع فريق عمل جديد، ودايما نهاركم سعيد على نايل لايف.